ماما نعم. تمام. لا يبقى كان بصل مشوي المرة اللي فاتت، المرة دي بصل صحيح. بصل مشوي. ايه ده؟ ده بصل مشوي؟ وانت علاقتك مع البصل؟ والكاولو؟ كاولو ده ما بيضرش الكاولو. اي ده بيلعب مع الكاولو. ده مشوي بيفكرنا بايام زمان. بابا غنوج. ده مضاد حيوي هذا. اللي مضاد حيوي؟ البصل المشوي ده والله مضاد حيوي. يعني سؤال، معلش هو سؤال مطهر. الله، البصل بقى مطهر؟ والله مطهر رباني. سؤال رخم في وقت ارخم. هو البصل بيفكرك بابوكي؟ ايوه، ذكريات كل حاجتي القديمه وكل اكلاتنا القديمه بتوحشني وبتهف عليا طفل عشان بتفكرني بذكرياتي. البصل؟ ايوه، البصل المشوي. المشوي؟ ايوه. انت مفكرها اكله غريبه؟ ده اكله جميله وناس ياما كانت بتحبها. والله انا كنت مفكره ان انتوا مش هتعرفوها. اتضح لي الناس اللي في الكومنتات اكدت لي ان الناس كلها عندها الذكريات اللي كانت عندنا. يعني والله انا كنت متخيل ان مفيش زيك اتنين في الدنيا. اي أيوة والله. انت مش عارفك انت في الاكل والشرب، مش فاهمك انت يا ابن البارح انت. والكولاو؟ ما بيتعبش القولون. امال ليه بقى؟ إيه؟ عشان بينفخ القولون بس. لا والله انت مفكره زي ما يكون احمر. امال ده اسمر. هو بصل احمر. اي بصل تاني ما بيبقاش حلو في الشاوي زي البصل الاحمر. ليه بقى؟ البصل الاحمر بيبقى فيه عرق مسكر كده. لما بتشوي البصل بيبقى فيه عرق مسكر، انما البصل الابيض الجزاوي ده ما بيبقاش مسكر. فاحب الانواع لشوي البصل هو البصل الاحمر. كل بصل وانسى اللي حصل. ها؟ الله اعظم العزه والكرامه لله وحده. كل بصل وانسى اللي حصل. انت قلت لي، هو انت فاكره لما كنت بتقولي لي انت لو كلت بصل يوم الجمعه النبي نهى عن البصل يوم الجمعه؟ بصل والثوم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلهم يوم الجمعه، او مكروهين مش محرمين بس مكروه اكلهم يوم الجمعه. يا نهار اسود التوم. عشان انت بتروح تصلي الجمعه جماعه، بتصلي في المسجد. لو اتوبت كده جنب حد مصلي هيقوم عليه. ماشي. قولوا لي بقى الاكلات الغريبه اللي عندكم كانت ايه؟ اكلات الطفوله. انا كل اللي شددني للبصل المشوي هو حنين الى الماضي بس، او حنين الى الطفوله مش اكتر. قولوا لي بقى انتوا عندكم اكلات غريبه؟ عايزه اقول لكم ان ماما كانت بتشوي الكوسه والجزر والله والباذنجان. انتوا بتقولوا عليه بتنجان، احنا بنقول عليه باذنجان. والبصل والثوم والفلفل الرومي الالوان. كان يمينه احمر واخضر بس. وتمسك ده كله بحبه زيت وحبه خل وشويه دجه وليمونتين وتضربه في الخلاط. وكانت يميها عندنا اسمها سلطه باذنجان، عندكم انتوا اسمها بابا غنوج. وكان بيبقى طعمها عسل. وكان ربنا حللنا زادنا. وكان الاكل في بوجنا احسن من 100,000 انواع اكل حلوه دلوقتي.